علي الريسوني، وما أدراكم ما الشيخ علي الريسوني، عندما يستقبل في مراكش من بعض الأعيان وإلى آخره، فلا يزايد على هؤلاء أحدهم الذي ربما يسب ويطعن وربما يطعن في وطنية الذين. أنا شخصيا استقبلت السعد الشرعي في طنجة، وقمت معه بجولات عديدة عبر المناطق كثيرة في المدينة، ثم رحلنا إلى الميناء المتوسطي، وبعد ذلك على إطلالة على سبتة والمضيق والفنيدق إلى آخر الفنيدق والمضيق تطوان، ثم افترقت معه وراح إلى الشاون ورجعت إلى طنجة. نحن ندرك السوء الذي قاله، ولكن في المقابل ينبغي أن نكون يعني أكثر حكمة. فلا ينبغي أن كل من قال يعني نشطبوا عليه، كل من نشطبوا عليه، لا. وإلا أنا شخصيا كم قلت في الملك، وكم كفرت المؤسسات، وكم. ثم عندما راجعت أدبياتي وتراجعت عن ما اعتقدت أنني كنت فيه على خطأ، فالدولة المغربية لم تركلني ولم تلقي بي أرضا، بل رحبت بي وإلى آخره. وبعضهم يقول نحن لسنا في حاجة إلى أي أجنبي ليدافع عنا، نحن قادرون على الدفاع عن أرضنا ووحدة ترابنا، لا نحتاج لا إلى أسعد الشرع ولا إلى. هم يحزنون. الذي يدافع عن المملكة المغربية هو جيشها القوي، قواتها المسلحة الملكية، مؤسساتها الأمنية، والشعب العظيم المغربي. وهل يجادل أحد في هذا؟ لكن دعني أقول بأن القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية وهؤلاء يحتاجون إلى دعم شعبي، وهذا الشعب هو أيضا مسؤول عن الدفاع عن الوحدة الوطنية. كل مواطن مسؤول عن الدفاع، ليس فقط الجيش أو الأمن، كل مغربي مسؤول عن وحدة ترابه، وأن لا يأتينا عدو من قبله أو من ثغره، وكل بحسبه. الصحافي يدافع عن وطنه بقلمه ولسانه، كما أن الجندي يدافع ببندقيته وإلى آخره. فالصحافي يدافع، والأستاذ يدافع، والفقيه يدافع، واليوتيوبرز يدافع، كل من موقعه وكل بحسبه. فلا نرفض إذا كان هناك من يناصر قضيتنا لا نرفضه. إذا كان قد أخطأ في حقنا ثم يعني رجع وبدأ ينصر قضيتنا كما يفعل أسعد الشرعي. أسعد الشرعي يقدم خدمات للقضية الوطنية، خدمات جمة. الرجل يتابعه الملايين من العرب. الرجل شوكة في حلق العدو. الرجل نقل صورة هائلة للمملكة المغربية، الصورة الحقيقية للمغرب للعالم وللمغاربة أنفسهم أيضا. البنية التحتية التي أبهرته، نظافة المدن التي أذهلته، الإنسان المغربي الذي دوخه بكرمه وبطيبوبته وباحتضانه، شيء مدهش. وأنا قضيت معه ساعات طويلة. الرجل مندهش، يعني سكران بفرحته الدخول إلى المملكة. ولاحظوا أن ومعه ثلاثة مصريين، وهو رابعهم، وبعض المغاربة، وكل هواتفهم شغالة يلتقطون كل شيء. ولكن لاحظوا لم يلتقطوا ولو صورة سيئة واحدة. فأنا في تقديري أعظم اعتذار للمغاربة ولملك المغرب هو هذا الذي يفعله. وأنا رأيت بأم عيني كم يستقبلوا من المغاربة. المغاربة بلداء، هل تظنون أن المغاربة أغبياء؟ الرجل يستقبلونه بالأحضان وهم يعلمون علم اليقين أنه أساء وأساء وأساء، والآن كما ترون.
فإذا لماذا المغرب يسامح الانفصاليين وأفراد البوليساريو إذا تابوا إلى الله ورجعوا إلى بلادهم؟ ربما شاركوا في القتل وشاركوا في الحرب، ويعلن الشعار الوطن غفور رحيم. فلا ينبغي أن نقول لا الأجنبي. المسيرة الخضراء نفسها كم شارك فيها من الأجانب، ورأينا فيها الراية السعودية والكويتية والتونسية والإماراتية والأردن، رأينا فيها رايات أجنبية أمريكية. لم يقل لهم أحد لا نحن قادرين بأن. الدبلوماسية المغربية أو وزارة الخارجية ماذا تفعل هنا وهناك في الأمم المتحدة ومجلس الأمن وفي الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الآسيوي ماذا يفعلون؟ ملخص ما يفعلون أنهم يدافعون عن وطنهم، يحاولون المزيد من كسب الأصوات المؤيدة. ما كيقولوش لا الأجانب نحن لسنا في حاجة إليكم، يحاولون كسب